كابوس طويل هيقعد معاك 12 شهر، 365 يوم وربع. كابوس غريب انت فيه ما بتجريش من الوحش، انت بتجهز نفسك ليه علشان هتقابله في الاخر. اهلا، فيديو جديد. عاش من شافك، وحشني يا غالي، وانتي برضه يا غالية. انا النهارده جيت علشان اعرفك على رعب كل المصريين، الكابوس اللي عدى على كل افراد الاسره المصريه تقريبا. انا النهارده جيت عشان اسال الثانويه العامه واقول لها انتي ازاي كده. انا عارف انك مخنوق، بس كمل معانا واضمن لك انك هتسمع كلام يعجبك. زمان قوي ايام جدي وجدك ما كانش اسمها ثانويه عامه اصلا. والله كان اسمها البكالوريا، وبدأت قبل الاحتلال الإنجليزي، بالتحديد سنة 1885. بس قبل كده كان في حاجة اسمها التجهيزية، ودي هي القصر العيني حاليا. والمدرسة دي كانت بتجهز للدراسات العليا اللي هي الجامعة في وقتنا الحالي، والموضوع ده كان قديم قوي سنة 1828. تعال بقى أقول لك على معلومة خطيرة جدا. أول امتحان ثانوية عامة في التاريخ كان سنة 1887. ده من زمان قوي أصلا. بس أخيرا في معلومة الكل واخدها ميم وبتاع، وهي ليه ثانوية عامة؟ ليه كلمة عامة بالتحديد؟ بص أنا هفهمك. كلمة عامة دي مهمة جدا لأنها بتختصر مفهوم إن الثانوية العامة دي هو امتحان شامل عام على كل الجمهورية، بتخشوا في نفس الوقت وبتخرج في نفس الوقت. ده بعيدا عن الناس الدحيحة اللي بتخرج في نفس الوقت. هو أنا مش دحيح بس بخرج في نفس الوقت. المهم الشيء اللي اسمه الثانوية العامة ده عدى على مراحل تطور كتير قوي، من أول إنك كنت بتتخصص علمي أو أدبي من أول سنة، وده اللي اتغير سنة 1994، وإنها كانت تراكمية، كنت بتخش الكلية على مجموعة 3 سنين مع بعض. ومنها من التغيرات اللي انتهت بحاجة زي الخرا، وهي التابلت. نظام مش عاجب حد، مش مريح حد، وزاد الطين بلة من أول المدرسين اللي نزلوا تدريب عشان يعرفوا يتعاملوا مع الأجهزة الجديدة، إلى الطلاب اللي بيدرسوا منهج هم مش عارفين هيمتحنوا فيه إزاي أصلا، وحتى أولياء الأمور اللي بيتخضوا من المجاميع القليلة للطلاب. أنت لو جيت لشخص في 2015 وقلت له الدراسة هتكون عبارة عن تابلتس ونت ومفيش كتب وهتذاكر أونلاين وكل الكلام الجميل ده، هيقول ياه انا عاوز من ده. ولو جيت لطالب في 2023 وقلت له ان الدراسه كانت عباره عن ورقه بتحفظ اللي فيها وبتخش تدشه في الامتحان، هيقول ياه انا عاوز من ده. بعيدا عن ان ده بيدل على ان محدش عاجبه حاله، بس برضه بيدل على ان الفكره دي اتطبقت غلط. الموضوع بقى صعب جدا. بس انا مش هتكلم كتير لان دي حاجه انا ما حضرتهاش، كنت محظوظ كفايه ان انا اعدي منها. بس في امتحان اهم من ده كله، هو امتحان محبتك ليا. عملت لايك؟ ما عملتش؟ انزل اعمل. سلام.